بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، رمضان كريم. ردت انوه على نوعيات الغاز اللي شرحت عليه درس سابق اني نوعياته ومنو الافضل ومنو من الافضل وشلون اخليه بالسيارة، ومشكورين على التعليقات اللي حلوة والبعض اضاف معلومات. شباب انا ما اقول لكم اكو نوعية بعد بطل ثالث كان عندي ابيض، شايفين مقطع الافيو، راجعوا دوروا على مقطع الافيو وراجعوا الفيديو شوفوا. صح ذاك غاز صيني، لكن هو صاحب السيارة اجاني قال رحت لواحد من مصلحين التبريد. معلومة هنا اريد اكد عليها شباب، انا ما جاي اقول جماعة التبريد كلهم جاي يعني مع احترامي للمفردة حرامية مثلا، او جاي بوقوك او جاي ياخذون فلوسك على الفاضي، لا، ناس عندهم خبرة واني اقل خبرة، يعني يمكن اجي وياهم 1 بالألف، لان بعد عندك حساسات، ليش الكمبريسر مرات يفصل، اكو امور كهربائيه ما انا مو كل المعلومات اعرفها، معلومات بسيطه احب اوصلها لكم. ف نوعيات الغاز يعني مثلا عندك هاي شركه هانيويل، هاي شركه يعني افضل الشركات الامريكيه، لكن ممكن يجي مثل تقليد، اكو شركات تقلد، يعني اكو كان بطل ثاني يجي كيلو بعد شويه اكبر من هذا لونه سيلفري، هذا المعروف الفرنسي صار مصري، يعني اكو نوعيه تقلد مصري. مثلا عندك تجي هاي نوعية 3 كيلوات ونص، واكو 5 كيلو، هاي يجي سعرها 35,000، وال5 كيلو ايضا 35,000، بس هو نوعيات يعني المواد اللي داخله بتركيبة الغاز هي افضل. اوكي، فهذه مثل تمشيك سيارتين 3، يعني مثل هذا البيك اب تمشيك تقريبا 7 سيارات بيك اب. هذا لا، الحجم مالته 340، يعني هذا مو ربع الكيلو، تقريبا ربع كيلو، يعني ذول اثنيناتهم يلا يصيرون نص كيلو اكثر بشويه. فهنا هذا حجم الغاز ونوعيات الغاز. يعني ذاك الصيني اللي حكيت عليه، انت تريد تفحص بس سيارتك، مجرد فحص تقدر تفحص به ورا فتره ذبه، صحيح هو مزين، انا مستخدمه على المدى البعيد ياثر على الكمبريسر، بالذات السيارات القديمه. لما تجي للسيارات الحديثه اللي هي كمبريسر روتري، معروف الروتري ومشاكله، يعني حاضر، يعني حتى من تروح يا مصلح شوي خلك حذر، اعرف انه هذا المصلح اللي قدامك انه سمعته السبقه، مو اي واحد تروح له تعال دير له غاز، يعني ما معقول انت كمبريسر مالتك روتري تجيب لي غاز ب 12,000، يعني المفروض تجيب على الاقل، يعني هسه هذا ب 35,000، هذه نرجع ليها، هذا ب 35 يجيك ابو تبريد يقول لك راح احط له غاز ابو 70,000، صح هو حاسب عليك ايجار المحل، حاسب عليك الخبره مالته، حاسب عليك هذه ايش قد راح ينطيك منها، مثلا لنفرض كيلو، هذا 35 قسمها على 3 كيلوات تطلع حق الكيلو 10,000 دينار. هو صح ماخذ 7 او 70,000 هواي اللي 35، لكن هو حسب الخبره وهالامور هاي وشغل ايده وما اعرف ايش، بس هلا بينا، يعني هم حرام اكو نوعيه افضل، يعني هذا انا جاي احكيها من وكيل، انت يمكن تروح تاخذها بهذا السعر تمشيك وايد بسيارتك، فما بالك ابو التبريد يعني جاي ياخذها وجاي يمشيها باكثر من سياره، فهلا بالسعر شويه. ونوعيه الغاز، انت سيارتك حديثه باستمك روتري خلي من هذا، واكو لا جهاز ثاني يصير تقريبا ارتفاع متر، تقدرون تدخلون عليه على يوتيوب، ذاك هو يشتغل بوحده وخاص بالبساتم الروتري، العفو الكمبرسورات الروتري مو بساتم، البستم عادي كل شيء ياخذ. هاي معلومه ايضا حبيت اضيفها لكم، اعتذر اذا ما جاي اوصل معلومه او ما انطي فكره صح، ارجو المعذره، مع السلامه.